طبعا انتوا اكيد بتسالوا دلوقتي هو انا فين وبعمل ايه وايه المكان الجديد ده. طب ده ليه بقى؟ بس قبل ما اقول لكم ليه انا عايز اطمنكم على حاجه. مساء الخير يا عمرو. زي النور يا حبيبي. طمنوا، احنا زي ما احنا. بالنسبه لي كل حاجه بتبدا بالكلام، فانا قررت ان انا هاجي هنا تبقى قاعده كاجوال نتكلم في اي حاجه احنا عايزينها، ولكن بما ان الكلام كله داير الفتره دي عن كاس العالم والكوره، فانا قررت ان اول كام حلقه هيتمحوروا حوالين ايه؟ كاس العالم والكوره. طب يا يوسف، انت بتفهم حاجه في الكوره؟ لا، ايه علاقتها دي؟ بتتكلم ازاي في الكوره وانت ما بتفهمش في الكوره؟ يعني هي جت عليا يا عمرو يعني. طب انا اقول لك على حاجه، انت مش واثق فيا؟ شويه. انت شوف حد أيوة. يفهم في الكوره، تمام؟ أيوة. كلمه ويجي يقعد معاك وتفاصل وتتكلموا وكده يعني. عندك حق بصراحه. هو انا لو كلمت كابتن حسام غالي دلوقتي يرد عليا ولا متاخر؟ طب هقول لك على حاجه، كابتن احمد شوبير. يا باشا ده بيصور اصلا دلوقتي. انا هقول لك، في واحد هو اللي بلجأ له في اللحظات اللي زي دي. الو. انت نايم ولا ايه؟ عايز ايه يا يوسف؟ اخلص. طب معلش فوق لي بس كده عشان عايزك في موضوع مهم قوي والله. ماشي. انا هبعت لك لوكيشن تجي لي حالا. انت بتتخانق؟ حالا طيب ولا ده ايه؟ حالا. ده ده عركه مش خناقه. حالا. طب ماشي ماشي، يلا جاي لك، يلا سلام. سلام. بس يا ريس جبت لك اللي ما بيرحمش. اهلا بكابتن ناصر. اهلا اتفضل كابتن هاشو. ساعة ونص عشان تيجي. عامل ايه؟ لو كنت في خناقه كان زمان موت. ما انت مقومني من النوم. نشرب قهوه؟ نشرب قهوه. سيبك شويه تتوب طيب ما تخلص. اعمل لي قهوه. طيب بص، دلوقتي في البرافا ال 2 ان 1 الاوريجينال والبرافا ال 3 ان 1 الانتنس. دي فيها قهوه اكتر. ايوه اللي انا عايز هي تروقني دي. اكتر. انا هعمل لك الكوبايه دي، هعمل لك كوبايه حلوه كده اشربها نبتدي بقى الحلقه. بس ايه، عايزك تحس ان انت في بيتك. بس ايه رايك في الصرف؟ ايه رايك في كاس العالم ده؟ بص خش في سرير جوه ريح انا هعمل لك الكوبايه. ايه رايح فين؟ انا اهو. لا ما يعني خدها انت بقى. طب مش عايز تكمل، مش عايز تكمل للاخر ها؟ والله العظيم ده كويس لازم قوي. تفرهدني. ايه اللي انت لابسه ده؟ يعني انا في قمه البرد وانت لابس شورت وتيشيرت، انا منظري ايه؟ انا قدام ما الناس؟ ببردش يعني انا عمري ما شفتك ببنطلون مبدئي والله، دي حقيقه. ما عنديش. ليه بقى الموضوع ده؟ ما بحبش يا اخي. ايه اللي طيب بص، هنبتدي بقى الحلقه. فوقنا للكلام. تعرف تلعب كوره؟ كنت بلعب والله العظيم في نادي الشمس. والله بس كنت بلعب سباحه مش كوره. والله عارف نادي الشمس، اي حد عضو في نادي الشمس لعب كل الالعاب اللي في بولينج. في نادي الشمس انت بتدخل فاهم؟ لازم تعدي على كل والله والله ما بهزر. أيوة يعني أنا فكر عارف فيها، ده كده. مش افيه، ده كان بجد. بيبقى جاي لابس بيلعب تايكوندو ولابس اللي هو بتاعت الخيل ومعاه السلاح وتخلص تلعب كوره ولا واحد بيعمل حاجه يعني محدش بيكمل. قول لي الكوره بتمثل لك ايه في حياتك؟ حياتي يا ابني. الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي المفروض ابقى ايه؟ قاعد بتكلم بحب في التليفون. تحب انت؟ مفيش حد يعرف غيرك يا بدر. هنشرها في المونتاج ما تقلقش والله العظيم، ما تزعلش مني بس دي حقيقه. انت مين بيكلمك في التليفون غيري؟ انا عايز مزيكا حزينه. انا وخالد جواد بس هم دول اللي في حياتك. ماشي شكرا. يعني بس ان شاء الله بعد الحلقه دي ممكن نشوف لك. ممكن بنات تكلمني عشان الكوره. يا جماعه محمود بازوكا اعزب يقدس الحياه الزوجيه، لو حد حابب يعني يبعت لنا على ايميل البرنامج. كده نكلم اسامه منير. بقول لك انت شبه احمد بدير. ليه؟ مش عارف، انا حسيت ان انا عايز اقول كده بس. احساسك ايه وانت قاعد بتتفرج على كل ماتشات كاس العالم ومفيش منتخب مصر؟ وحش قوي صح؟ في حزن. لا وبعدين بقى ايه، كل ما يحصل مفاجاه في كاس عالم اتحسر اكتر. زي ايه مثلا؟ لا يعني اليابان غلبت المانيا. دي حاجه يعني مش طبيعي. السعوديه غلبت الارجنتين. فعادي مصر يعني لو كانت موجود تكسب البرازيل، يعني ليه لا؟ لا مش للدرجه دي، هي ما اتاهلتش. بص الحركه دي اللي هو الكلام اللي انت قلته يعني حتى خيالي فيه ايرور. طب مش احنا عملناها قبل كده والله؟ لا ما عملناها، احنا لعبنا ماتش حلو يعني. 4-3 محمدي راح عمل الكوره بايده. شايف المعلومات 4-3. لا اصل ده مش ماتش اتباهى بيه خالص. ده ماتش يعني المفروض اي طفل عارفه. بس انا اي معلومه صح هقولها هتلاقيني ببروزها للساده المشاهدين عشان هم اللي عندي 6 معلومات هم دول اللي انا حافظهم. طب يا ريت تقولهم وتنجز عشان نبدا نتكلم بجد. طب لو كان المنتخب موجود احنا كنا هنبقى في مجموعه السنغال. راحوا كاس عالم وفي الاخر ماني ما راحش. يعني كأن انا اشتريت عربيه انت نفسك فيها وانا ما ركبتهاش اديتها لواحد. والله تصدق صح، التشبيه صح قوي. وحش قوي. احنا لو كنا دلوقتي كان مهند لاشين هيلعب كاس عالم. مين مهند لاشين ده؟ لعيب حقيقي. ده ملحن اكيد لعيب كوره بقى. بنتكلم على دلوقتي لو مصر كانت في المجموعه بتاعه السنغال كنا هنتاهل ولا لا؟ بالمستوى اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا كسبنا بيه بلجيكا. احنا كسبنا بلجيكا يا ولد. لا الولد ده مذاكر يا جماعه. واسمه ايه؟ الاناكوندا هو اللي دخل الجول، لبسه كوبري ورماها على اليمين. شفت الاناكوندا دي؟ ايه ده؟ لا ده انا هقعد لك بقى. مصطفى محمود ده الثاني. مصطفى محمود ده واحد تاني خالص. ده مصطفى محمد. اخوه بقى مصطفى محمد صح؟ اناكوندا. انت حافظ مش فاهم والله. اناكوندا. اناكوندا.
الحاجه اللذيذه بقى المصريين تحس ان قوي. وانا بتفرج على ماتش المغرب بجد يعني الناس قاعده حتى مش عارفه اسامي لعيبه المغرب، بس في كميه هيصه من القلب والله. وفي حوار انا نفسي ما صوتي راح في ماتش السعوديه ده. انا ماتش السعوديه انا سمعت صريخ. لا 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 العماره بتقع، ما كنتش عارف ساعتها. لا اصل ده الماتش ده هيفضل في التاريخ. فوق لي وصحصح لي وانتبه لي. قطر بالنسبه لك في جمله. قطر استعدوا لكاس عالم بكل حاجه والتنظيم، بس هم ما ركزوش في حته الكوره. سيبك من الكوره، انا دلوقتي على البطوله لا وتنظيمها. طبعا لا 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 ايوه في حته تانية، معلش في حته تانية خالص. بس فخر في فخر بس كده ماشي. بس في حته الكوره بقى دي بتضايق. عارف انت لما تقوم عامل كيكه كده كلها وتقوم فاهم ايه تقوم ايه عشان ده تقوم ايه؟ ما دي بقى كل واحد وخياله بقى، انا مش هقول دي ايه. الروح كانت محتاجه تبقى يعني احنا شفنا السعوديه بتلعب بتكسب او بتخسر، اللعيبه انت حاسس ان هم يعني مموتين نفسهم. ايه اكتر حاجه عجبتك في التنظيم السنه دي عن اي كاس عالم تاني؟ لا انا شايف مناظر غريب يعني. احنا بنتفرج كده انت حاسس ان كل حاجه جرافيكس. حلو حته الجرافيكس دي بقى عشان موضوع الاوفسايد، التقنيه الجديده دي اللي انت بتقول عليه ده الفار بتاعهم. يعني زي ما اقول لك انا راكب عربيه بس انا راكب بورش وانت راكب فاهم مازدا. لا انزل فيرنا. لا ما هي مش تين شوكي دي بيتكرروا. لا ما احنا عندنا ده الفار عندنا بيرسم لك الخط من هنا. مدرب منتخب ايران كارلوس كيروش. هل انت مع استمرار كابتن كيروش في المنتخب كان احسن ولا ان هو يمشي؟ شفت انت الجمله دي؟ بقول لك ايه انا مش عايز اتكلم عن منتخب مصر، هعيط. سيبك من منتخب مصر، الدباجه بتاعت السؤال ايه رايك فيها؟ ايه دباجه دي؟ ايه يعني يعني ايه دباجه؟ طريقه الالقاء. انا من رايي والله اتكلم سيف زهران. سيف زهران ده صاحبنا كابتن سيف زهران عامل ايه؟ من 1 ل 10 تقيمني كمحلل كوره. اديك 3 من 10. كابتن محمود ابو الدهب اي حد بيسالوه عن اي لعيب اديله 3 من 10. ليه يا كابتن؟ هو 3 من 10. انجلترا بقى انجلترا تقريبا هي البلد الوحيده اللي يعني 90% من اللعيبه او اكتر كلهم بيلعبوا في الدوري الانجليزي. روني بيلعب في مانشستر. روني كات يا ابني اقفل. روني مين ده بقى؟ اخر حاجه لعبها بلاي ستيشن 2. اليابانيه. ايه ده؟ والله روني بيلعب في مانشستر. روني يا ابني بقى شبه عبد الملك زرزور والله العظيم. فاتح الكشك جنب بيبيع هوت دوج. بيحتكوا ببعض يعني على طول وبقالهم سنين كتيره قوي. يعني منتخب انجلترا تقريبا من المنتخبات القليله قوي اللي مفيش حد جديد. يعني هتلاقي كاس عالم اللي فات كل اللي موجودين كانوا بيلعبوا وبيلعبوا مع بعض في الدوري كمان، فهم حافظين بعض. انا اخترت صح. فهي كمية معلومات كرويه. لا استنى بمناسبه بقى الايه حته الانسجام والكلام ده، ملوك بقى الكلام ده مين؟ منتخب اسبانيا. هم ما بيعملوش حاجه في حياتهم غير التيكي تاكا. تيك تيك تيك. تحس ان هم واما كده، عارف واما لما بيطلعوا على الستيج مع بعض والله بيفكروا واما بس 11 واحد واما مش 4. فاهمين بعض قوي. أيوة. انا بالنسبه لي واما توب ان هم والله يا عم استنى بس معاك. انا هم انسجام فشخ يعني، حتى كل واحد فيهم بيطلع ويمثل ومش عارف ايه ويعمل، بس ترجع تلاقي نادر حمدي قاعد في الاستوديو مع الشباب بتوعه يطلعوا مهما يروحوا. ايوه والله العظيم صح. تصدق انا اقتنعت. ايه رايك؟ والله العظيم والله اقتنعت لان اسبانيا كده. انا بقى في منتخب بصراحه لو هتديني دراع بلاي ستيشن وتقول لي اختار فريق هلعب بفرنسا. ما هو ده ايوه بالظبط. انا عارفكم يا بتوع البلاي ستيشن. كوتو 99 بيعمل كل حاجه، بيجيب منه جون من نص الملعب. بيعمل كده في الحقيقه. ايوه عمري ما شفته في الحقيقه بصراحه. يعني من اللعيبه القليله قوي اللي يستاهل ان هو يبقى في البلاي ستيشن كده، عشان هو في الحقيقه بيعمل كده. في واحد بيقلده في مصر اسمه علاء الدين، عارف؟ شبيه مبابي. هو ايه؟ عندي سؤال بس عشان هستوقفك في الحته دي. هو ليه الدوري المصري قلب؟ انا هسيب محمد نيمار واحمد ميسي وعلاء كريستيانو. بص هقول لك على حاجه، النقطه دي مهمه قوي. سيبنا بقى من كاس عالم شويه. معلش انا محتاج ارجع بس. هو بغض النظر عن ان احنا بنهين النجوم، يعني ما ينفعش يبقى في 4 لعيبه في الدوري المصري اسمهم ميسي. لعيب بيلعب برجليه اليمين، انت يا ابني اسمك ميسي ليه؟ واقرع يعني حتى كمان مش طويل. والله وطويل، فاديني شبه واحد يخليك اسمك ميسي. عبد الناصر دي ماريا، حاجه اصلا مش لاقي يعني اسم عك كانك بتاكل رز وباستا. عبد الناصر دي ماريا. ايه ده؟ انت عارف محمد صلاح نجح ليه؟ عشان هو اسمه محمد صلاح. بس نرجع بس للسؤال ده. انا دلوقتي لما باجي العب بلاي ستيشن بلعب بايه؟ بمنتخب فرنسا. بيعملوا ايه في كاس العالم؟ طمني عشان بس انا مش متابع قوي. هم ماشيين كويس بس في تغفيله هيتغفلوها. هم الدفاع وحش قوي يعني، مش هياخدوا كاس عالم السنه دي. ليه؟ ما عنده معاهم احسن لاعب في العالم بنزيما. ما راحش. ده اسوأ خبر والله بعد ان مصر ما راحتش. هو اتصاب كده اخر شهرين وكان انا بشجع ريال مدريد فحاسس ان الدنيا مش تأشيرة اكيد. الهاي كارد بتاعه عشان ما كانش فيه اكوموديشن.
انا هزر. هل رونالدو هيرجع ريال مدريد؟ لا، فلورنتينو بيريز مستحيل يرجعه. طب بالنسبه انا عايز اقول لك بس بمناسبه النقطه دي، استنى بس اتباجت ايه؟ قاعد في الحرفيين. استنى يا عم اسمع. عايز اقول لك بس حاجه والله انا والله مشروع اعلامي رياضي تحفه. استنى هقول لك حاجه والله مهمه. اتفضل. عشان الموضوع ده بجد، ان انت تشتم لعيب كوره وبعدين ترجع تشيد بيه بعدين تنتقده، ده طبيعي في الكوره، ده بيحصل. ميسي وكريستيانو رونالدو، شفت دي؟ الحاحه دي، لا دي محتاجه نفوق قوي قوي. ها والله. طب انا بقى ايه، انا عايز اعمل لك كوبايه قهوه ثانيه بس اللي هي ال 2 in 1 اللي هي الاوريجينال. انت جربت الانتنس؟ ادينا بقى عشان نفوق، عشان احنا هنتكلم على ايه؟ ميسي ورونالدو. ايوه، ما تجيب لي بقى مفيش مجال جنبك دي. ايوه مفيش مجال. رونالدو وميسي. عايزك تحكي لي فلو ما فوقناش احنا اللي هنتشتم في الكومنتس، فاهم؟ فوق معايا عشان دول جماهيرهم. انا هخش اعمل الكوبايتين واجي لك. بقول لك ايه، ده ما فيش ضايع والله في الكوره. انت جايب سيرتي او حاجه؟ قلنا مالكش في الكوره. ركز معايا بقى. قلت لك برافو 2 in 1 اللي هي الاوريجينال، حطيت لك معلقه سكر، قهوه مظبوطه. ما رضيتش اعمل لك والله ال 3 in 1 الانتنس عشان ما تطبقش معايا لبكره، عشان تروح يعني، فاهم؟ لا عايزين في الهادي. هات بقى. خد، انا غلطان، عايز احط لك شياكه كانك ضيف، فاهم؟ طب ما انا ضيفها اشربها بقى. دي اصول ضيافه دي. اصول ضيافه نحطها نتفرج عليها اهو. كده اهو، عشان دي قعدتي. دي قعده الجيم. عارف بتوع الجيم بيتكلموا في الموبايل كده. ايوه وكده بيشرب كده. بيشرب كده. ايوه مش عايز ايه، بس منعه ان هو ينزل. مظبوطه قوي. ايوه يا عم ماشي. تمام. طيب بتاكد بس، اقول تسلم ايدك، فاهم؟ اي حاجه تسلم ايدك والله. لا بجد والله. تبا لمن تظن انها اجمل من هدف في الدقيقه 90. البنات فاكريننا يالا ما بنعرفش نحب وبتاع. والله العظيم ما يعرفوش ان احنا عارفين شراب رونالدو مقاسه كام. مفيش انسان على وجه هذا الكوكب ما يعرفش الاثنين دول طبعا. يعني الاشهر على مدار التاريخ. انا خلصت، تقدر تتكلم انت. لا ما انا عايز اقول بس ان كريستيانو رونالدو يا جماعه وصل ل 503 مليون فولور على انستجرام. ده بياخد كام في الكامبين ده؟ بيعمل انبوكسنج بكام؟ موضوع مرعب. عارف لو فكرنا فيه ثانيه هنسرح الحلقه تخلص. طب وميسي عنده كام فولور؟ اقول لك انا بقى فرق بينهم وبين بعض تقريبا 100 وشويه. 100 مليون تقريبا. هو ميسي بيلعب في اواخر ال 300. عشان كده بقى ايه في البوست بتاع شطرنج ده جايب ما تيجي نلعب شطرنج. ما عندكمش شطرنج؟ هو انت ليه بتهمش كلامي؟ ما نلعب شطرنج انا وانت انا وميسي ورونالدو. يعني انا محتاج اكمل جملتي، اكملها وانت هلهلني بعدها. البوست بتاع الشطرنج كريستيانو زايد عن ميسي تقريبا ب 10 مليون. شكرا يا جماعه المعلومه الوهميه الخطيره اللي ما حدش يعرف يعملها. انا الفت كامبين، قلت المعلومه. الحمد لله، برافو. يعني احنا قعدنا سنين ميسي رونالدو ميسي، همشوا كل اللي تحتهم. يعني مفيش حد يقعد الاستمراريه دي 15 سنه في الكوره، مستحيل. عندك الهضبه والتاني. طب حد يا جماعه يديله بحاجه ولا انا؟ والله مش نفس انا عارف لو اقدر اقوم اضرب، بس انا مش قادر والله العظيم مش نفس الكونسيبت. الهضبه والكينج. تسمع عمرو دياب ولا محمد منير؟ طارق الشيخ. انا شايف ان ميسي ورونالدو ده محتاجه موسم، مش حلقة. انا شايف ان هم اتنين لعيبه تعبانين جدا لا يستحقوا ان احنا نذكرهم في هذا البرنامج العظيم. ايه يا عم انت ما بتهزرش. صح كمل. ايوه انا معاك اهو، يلا ميسي ورونالدو ايه يا باشا؟ ايوه صح كمل. انا بحب الحاجات دي، عظم من شأن. ايوه طبعا. احنا هنا هنتكلم على روقا مودريتش. انا بس ما اقدرش ما اذكرش اخواتنا المغاربه. لعيبه المغرب عندهم كده ايه، سنه غتاتة في اللعب كده. لا بيلعبوا على فلوس. انا عارف انا ستايل اللعب ده لما هو اللعب بتاع الشارع اللي هو بتلعب على فلوس، فاهم؟ اتوقع هيكملوا، يعني هيتاهلوا من المجموعه. تصريح من محمود بازوكا يا جماعه ان المغرب هي من الناس اللي هتتاهل من المجموعه بتاعتهم، صح كده؟ ان شاء الله. انت عايز نتوقع مين اللي هيصعدوا من المجموعات؟ عشان انا الحلقه اللي جايه هدي لك انت سكور بقى. اول مجموعه عندنا هولندا، اكوادور، سنغال، قطر. هولندا والسنغال. غلط. هولندا هتصعد هي والاكوادور. وانت معاك لا انا يعني لا متاكد في ايه توقع يا عم. صح، انا هولندا والسنغال. وانا هولندا واكوادور. المجموعه الثانيه بقى امريكا، ويلز، ايران، انجلترا. ايران وانجلترا. حلوه دي، انا عجبتني. بس انا شايف ان امريكا هتصعد مع انجلترا. المجموعه الثالثه بولندا، ارجنتين، السعوديه، المكسيك. دي بقى ضرب نار. ارجنتين والسعوديه. خلاص انا هختلف معاك عشان نفضل ماشيين كده. طب ما ليه؟ يا عم انا توقعي هتخرج السعوديه ليه يا عم؟ هو انا لو انا اللي هلعب ارجنتين والمكسيك انت. المجموعه اللي بعدها فرنسا كده صعدت. هنختار بقى منتخب يصعد معاها. استراليا، دنمارك، تونس. هي صعبه قوي بصراحه. استراليا. انا بقول دنمارك. هو انت اي حاجه عكسه خلاص؟ ها يا عم مش عكسك، ما احنا بنسجل الكلام ده يعني المجموعه بقى اسبانيا 4 نقط، واليابان 3، كوستاريكا 3، والمانيا نقطه. قول لي حاجه اقولها. والله انا مش عارف. اسبانيا انت ممكن وكوستاريكا. انا قلت يا اما هتقول يابان يا المانيا. والله انا بقول ممكن المانيا، كرواتيا، المغرب، بلجيكا، كندا. بلجيكا والمغرب.
انا بقول كرواتيا مغرب. البرازيل ده احنا نسينا نتكلم عن البرازيل دي في الحلقه الجايه عشان البرازيل دي بص وراك كده، انا بس بفهمك ان احنا صارفين مش اكتر. شوف بقى مين اللي هيصعد مع البرازيل، سويسرا، كاميرون، صربيا. انا ما رايي مش فارقه يعني، قول اي حاجه. سويسرا ماشي انا هبقى معاك كده. يعني ما ماشي معاك انا ماشي الدنيا. البرتغال اللي فيها حبيب قلبي سامح العيدروس. البرتغال وكوريا والاوروجواي وغانا. انا برتغال وغانا. برتغال غانا، انا برتغال اوروجواي. انتوا كمان تقدروا تتوقعوا مين اللي هيتاهل من دور المجموعات. هتلاقوا في اول كومنت اللينك بتاعت البيج بتاعت برافو، هتكتبوا في الكومنتس توقعاتكم لكل اللي هيتاهلوا من دور المجموعات، وهم هيختاروا بشكل عشوائي من التوقعات اللي صح عشان هيكسبوا في جوائز مختلفه. دي سهله قوي ان الناس يتوقعوا مين اللي يعني انت خش اكتب سهله، خش اكتب. هكسب يا جماعه، لو دخلت كتبت هكسب باشا خش اكتب، ما هو مش واحد بس اللي هيكسب. انا ما باخدش الكلام منه هو عشان ده ما انا عارفه صاحبي. يا معلم حاول تقدرني. يعني اللي هيكسب ده اللي متوقع ال 16 منتخب اللي هيصعد صح؟ بالظبط كده، اللي هم الاثنين من كل مجموعه. اكيد مش منتخب واحد يعني. ما هي سهله لان هيبقوا ناس لعبوا ففي ناس كتير هتكسب. معلش سهله خش اكتب. بصوا يا جماعه انا عرفت موضوع خطير جدا والله ما بهزر بجد، انا ماليش دعوه يعني، بس نصيحه عشان انا عرفت مينلي كده شويه جوائز هيبقوا ايه ومش هقدر اقول ايه هم، فاهتموا بالموضوع ده اتوقع عشان في جوائز حلوه قوي. وانا يا جماعه انا بجد هكسب، ما بهزرش والله، عشان في الحاجات دي هساله فيها هو. انا مالي انا يا عم، اي حد هيتوقع صح ماشي هيكسب ما عدا بازوكا. ريح انت بقى، انا خلاص خدت ابروفل من هنا حلوه ايه حلوه ايه رايك؟ تعرف ان انا اللي عاملها؟ هو مش انا بصراحه، بس هقول ان انا اللي عاملها. اثبت بقى ان مش انا. انا عندي سؤال بس والله العظيم قبل ما ايه رايك في كاس العالم؟ ده كاس مصر يا جماعه، ده كاس مصر مش كاس العالم. تعرف ان في قطر قلبيني الدنيا عليه؟ ما هم عايزين يمسكوا اللي عمله عشان الست اللي شايله كاس العالم تعبانه وما بيتكسرش مرهقه جدا والله غير الحياه. اتحداك تحدي، بص في كاس العالم ده 10 ثواني لو ما ضحكتش انا هعمل لك اللي انت عايزه. ده طبق لا بس ركز. ما تيجي نمشي. يا ريت والله. ما كفايه كده. ماشي شكرا يا جماعه على الصباح على خير. هاخد المايك بتاعي كده. ده اللي مش عاجبك ده انا هاخده معايا. لا العظيم ده قطر قلب الدنيا عليه، انت مش فاهم حاجه. هو فعلا قلبين الدنيا عليه.